على واحد التحدي دولي وغادي تعرفوه في الوقت المناسب. فكنتمنى ان يكون عندكم يعني شويه ديال النفس طويل اللي غادي يساعدكم لا في الافكار ولا في الرياضه، وكذلك حتى في مسايره المشاريع اللي منزلها نادي الشماليه ديال الاشخاص في الاستحقاق. اليوم كان يوم سبيسيال، يعني كان يوم غير عادي بحكم ان كان عندنا واحد الحفل ديال نادي الشماليه ديال الاشخاص في الاستحقاق. هذا الحفل كان فيه توزيع محافظ وبعض الأحذية الرياضية على العدائين والعداءات وأعضاء المكتب المسير والتنفيذي لنادي الشمالية ديال الأشخاص في وحدة إعاقة. وكان من حسن حظنا أن هذا النهار هذا كان تزامن مع اليوم العالمي للشخص في وضعية إعاقة، وكان هذا الحفل مر في واحد الجو رائع وجو اخوي واسري كما العاده ديال نادي الشمال الرياضي للاشخاص في وحده الاعاقه، لان نادي الشمال الرياضي فهو كيحتوي على اعضاء ديال المكتب المسير في المستوى العالي، بالاضافه للاطر التقنيه والرياضيه، كذلك العدائين والعداءات، وما نساوش اللجان اللي حتى هما كيواكبوا معنا الاعمال اليوميه والتدريب ديال العدائين الرياضيين. وشكرا. السلام عليكم، محمد الصيفي، كاتب العام نادي الشمال الرياضي للاشخاص في وضعيه اعاقه. اذا كما شاهدتم من المراسله ديالكم الالكترونيه، وشكرا مره اخرى على الحضور ديالكم. إذا كما شاهدتم كما قلت ان اليوم كان حفل توزيع ديال بعض الجوائز وبعض اللوازم الرياضيه لمجموعه من العدائين الذين ينتمون تحت لواء نادي الشمال الرياضي للاشخاص في وضعيه اعاقه، وكان تزامنا ومواكبه مع اليوم العالمي للشخص في وضعيه اعاقه. هذا الاحتفال هذا جاء موازنة مع هذا اليوم العالمي، واللي فرحنا به هاد الأطفال وفرحنا أيضا ودخلنا السرور والبهجة على قلوبهم وقلوبنا. إذا نادي الشمال الرياضي للأشخاص في وضعية إعاقة لا زال سيعطي كلمته مستقبلا، وتنشكر كل من تساهم من بعيد وقريب للنادي للنهوض به وبمواكبة هاد الأبطال، وتنشكر أيضا المنابر الإعلامية والجميع الحضور، وشكرا مرة أخرى. ان شاء الله تكون اعلاميه منار غادي